بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بطلاب الصف الثاني الاعدادي يا سنه تانية. كانت في طالبه كتبت لي في التعليقات ان هي عايزه حل محافظه الدقهليه رقم الامتحان 8 من كتاب الامتحان صفحه 39، وسؤال المسابقه انا بقوله في اخر الحصه. طيب دي خريطه الوطن العربي. بيقول لي واحد يشير الرقم A إلى سهل فيضي. إلى سهل فيضي اللي هو نهر النيل أهو، ده هو سهل فيضي، يبقى رقم 5. يشير الرقم A إلى ظاهرة تكونت بفعل عوامل باطنية. هتبقى دي ايه؟ هضبة حضرموت. 3. يشير الرقم A إلى ممر استراتيجي أهو مضيق هرمز، يبقى 2 مضيق هرمز. يشير رقم A إلى دولة تتأثر بالزيادة الغير طبيعية. هي إيه الزيادة الغير طبيعية؟ اللي هي الهجرة. هتبقى عندي رقم واحد الدولة الصغيرة دهيت اللي هي الكويت، دي دولة الكويت. يشير رقم A إلى إقليم مناخي ممطر صيفا اللي هو الإقليم المداري اللي موجود جنوب موريتانيا، هيبقى 4. حدد أوجه الاختلاف بين كل من جبال عمان وجبال الشام. جبال عمان تكونت بفعل الحركات الالتوائية، جبال الشام تكونت بفعل الحركات الانكسارية. ما العلاقة بين السهول الساحلية والأنشطة الاقتصادية في الوطن العربي؟ تنوعت الأنشطة الاقتصادية لأن السهول الساحلية متنوعة الموارد والاستخدامات، فبعضها صالح للزراعة مثل سهول البحر المتوسط، وبعضها مليء بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة مثل سهول البحر الأحمر والخليج العربي. والكلام ده هلاقيه صفحة 42 في كتاب الشرح. دي الإجابة. دلل تأثر هضبة شمال أفريقيا بالتعرية المائية، حيث يوجد في شمال أفريقيا دلتا نهر النيل والتي تكونت عن طريق التعرية المائية. دي الإجابة. من هو كان دليل للرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى يثرب؟ السؤال ده هو مهم. عبد الله ابن أريقط. معلش يا سنة تانية أنا اتلخبطت ورحت على الصفحة التانية على طول. نرجع تاني، هنرجع هنا واقفين عند سؤال الاختياري. 1. ذراع بحري يفصل بين جناحي الوطن العربي الأفريقي والأسيوي. طبعا البحر الأحمر بيفصل بين قارة آسيا وأفريقيا. يرجع تكون مرتفعات غرب السعودية إلى الحركات الانكسارية. دي السعودية، ودي شرق السعودية، ودي غرب السعودية. غرب السعودية بقى هنلاقي جبال العسير وجبال الحجاز. طب الجبال دي تكونت عن طريق الحركات الانكسارية، وده البحر الأحمر اللي بيفصل من آسيا وأفريقيا. إحدى دول الفائض السكاني طبعا عندي مصر. يرجع سبب ارتفاع نسبة الإعالة إلى كثرة المواليد. نبات طبيعي يمتد جنوب الإقليم الصحراوي متدرج في الكثافة. لدم جنوب الوطن العربي يعني الإقليم المداري، يعني هلاقي فيه حشائش السافانا بتتدرج في الطول حسب كمية المطر، قال لك متدرجة في الكثافة. دلل لا زال الوطن العربي يعاني من ويلات الاستعمار. جميع الدول العربية حصلت على استقلالها ما عدا فلسطين، بالإضافة إلى الجزر الإماراتية وبعض المدن المغربية. يبقى أنت تكتب فلسطين ما زال شعبها يعاني حتى الآن، وبعض الجزر الإماراتية وبعض المدن المغربية. بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في وادي النيل ودلتاه بمصر بسبب توافر المياه العذبة والتربة الخصبة وقيام الزراعة هناك. ثانيا التاريخ. صوب من القبائل العربية التي سكنت الطائف. هي هتبقى قبيلة ثقيف بالطائف. السؤال ده مهم. ثقيف بالطائف. كان اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتعليم أسس الإسلام في مرحلة سرية الدعوة، مش عالمية الدعوة، لا سرية الدعوة. كان هدف عمرو بن العاص من فتح مصر إقامة علاقات تجارية؟ لا، تأمين فتوحات الشام. اختيار علي بن أبي طالب مقرا لخلافته مدينة مكة؟ لا، ده اختار الكوفة. نظم أهل مكة رحلة تجارية لبلاد الشام. بلاد الشام فيها الشين،
هتبقى إلى الشتاء؟ لا، إلى الصيف اللي ما فيهاش شين، يبقى إلى بلاد الشام في فصل الصيف. ما الأثر الناتج عن رفض الرسول صلى الله عليه وسلم عرض قريش بترك الدعوة الإسلامية؟ حاصرت وقاطعت المسلمين وكل من وقف بجوارهم من قومه من بني هاشم وبني عبد المطلب، واستمر الحصار والمقاطعة 3 سنوات. تحريض يهود بني النضير لمشركي مكة لقتال المسلمين. النتائج: استجابت قريش وحلفائها اللي هي القبائل المجاورة لها لتحريض مجموعة من سادات يهود بني النضير لقتال المسلمين، وخرجت قريش وحلفائها في جمع بلغ عدد 10,000 مقاتل نحو المدينة، وحدثت غزوة الخندق. يبقى احنا هنكتب كل ده ونكتب في الآخر وحدثت غزوة الخندق، دي الإجابة. دخول الكثير من غير العرب في الإسلام في عهد الخليفة عثمان بن عفان، ليه؟ ما النتائج؟ طبعا لما دخل الكثير من غير العرب في الإسلام، النتائج بدأوا الناس يختلفون في قراءة القرآن الكريم، لذلك أمر الخليفة عثمان بن عفان بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد حتى تتوحد قراءة القرآن الكريم في كل قبائل العرب والبلاد المفتوحة، فكانت من أعظم أعماله. هنكتب كل ده. من هو كان دليلا للرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى يثرب؟ السؤال ده هو مهم. عبد الله بن أريقط. كلفه الخليفة أبو بكر الصديق بكتابة القرآن الكريم زيد بن ثابت. أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينادي على المسلمين في غزوة حنين عمه العباس بن عبد المطلب. أنهى الوجود اليهودي في شبه الجزيرة العربية عمر بن الخطاب. أشهر شعراء العرب قبل الإسلام النابغة الزبياني. دلل: الإسلام يقر مبدأ التعايش مع الآخر. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع نظاما يحدد حقوق وواجبات وعلاقة كل من يقوم في المدينة كما يحدد علاقاتهم بمن هم خارجها، فكتب كتابا يعرف بصحيفة المدينة يتضمن بنودا خاصة باليهود فهم أخطر فئة في المدينة، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمن جانبهم فوضع نصوصا أمنهم فيها على دينهم، أموالهم، دور عبادتهم، بشرط أن يتعاونوا مع المسلمين في حماية المدينة من أي عدوان. هنكتب الإجابة دي كلها إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب صحيفة المدينة. لو أنت فاهم كل ده اكتبه بأسلوبك. نجح عمر بن الخطاب في تنظيم الدولة الإسلامية. دلل: عمر بن الخطاب عمل إيه عشان ينظم الدولة الإسلامية؟ قام بإنشاء الدواوين، حيث قام عمر بن الخطاب بإيه؟ إنشاء الدواوين. ويعد عمر بن الخطاب أول من أنشأ الدواوين مثل ديوان بيت المال، ديوان العطاء، ديوان الجند، وأنشأ نظام الحسبة. وقام عمر بن الخطاب بوضع التقويم الهجري، كمان قام بإنشاء المدن مثل البصرة والكوفة بالعراق والفسطاط بمصر. يبقى احنا هنكتب ده وده وده، ولو انت عارف اللي تحتهم اكتبهم. كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء، حيث 1 كان فيها الحنيفية، عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم، وقد بقى القليل على هذه العبادة بعد انتشار عبادة الأصنام. كان في عبادة الأصنام عرفوها مع مرور الزمن واتخذت كل قبيلة صنم. اليهودية دين سيدنا موسى، المسيحية دين سيدنا عيسى، وانتشرت في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية. هنكتب السؤال كل ده، وده سؤال المسابقة سنة تانية. لماذا كانت رحلة الشام إلى الصيف ورحلة اليمن إلى الشتاء؟ انت عارف أن قريش عملت رحلتين تجاريتين، كانت رحلة الشام إلى الصيف ورحلة اليمن إلى الشتاء. ليه؟ اللي عارف الإجابة يبعتها لي على الواتس. يا رب يا سنة تانية أكون ساعدتك ولو 1%. لو محتاج مني أي حاجة كلمني على الواتس، أنا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف، وربنا معاكم يا سنة تانية.